اوعى تشتري عربيه صينيه، اوعى تيجي جنب عربيه صينيه. خلي بالك العربيات الصيني مش دايما عربيات كويسه، خلي بالك العربيات الصيني مش عربيات حلوه ومش معمره وهتتعبك والصيانات غاليه والمصاريف بتاعتها كتير، واوعى تيجي جنب العربيات الصيني. معظم الكلام اللي انا بقوله في حياتي عن العربيات الصيني هو الكلام اللي انا بقوله لكم دلوقتي، لكن انا مش كل العربيات الصيني ضدها، لا، في عربيات صيني كويسه محترمه تستحق ان احنا نتكلم عنها وان احنا نطلعها معانا ونعمل عنها ريفيوهات. وطالما حضرتك شفت ريفيو عن عربيه صيني عندي، تعرف ان انا جربت العربيه دي، والعربيه دي من العربيات النظيفه اللي انت وانا نقدر نركبها. النهارده انا جايب لكم ارخص واكبر عربيه صينيه 7 كراسي في مصر. قبل بقى ما اكلمكم عن العربيه اللي موجوده معانا النهارده، عايزين الاول نعرف العربيه دي جايه منين. العربيه دي من شركه ساو ايست. اللي بيتفرج عليا ومتابعني من زمان هتلاقوني اتكلمت على كذا عربيه من عربيات ساو ايست، يعني قلنا على الدي اكس 3، قلنا على الدي اكس 7 برايم، والنهارده معانا الدي اكس 8 اس كوب. خلاص، طيب العربيه دي بس عشان ايه ما نقعدش نخش في تفاصيل كتيره، هي اخت للعربيه الجي تور الاكس 70، لكن مع بعض التعديلات اللي هوريها لكم واختلافات انا شايفها من وجهه نظري هي اختلافات كويسه مش وحشه. العربيه الساو ايست الدي اكس 8 اس عربيه يعني 7 كراسي كبيره جدا وسعرها كويس. هقول لكم طبعا السعر في اخر الفيديو. ولازم تبقى عارف ايه القصه بتاعت ساو ايست وجي تور، وليه نفس العربيه وليه نفس الشكل. المهم يعني من الاخر كده ساو ايست وجي تور في دمج ما بينهم وما بين بعض، وعشان كده دي بتطلع عربيه تحط عليها اللوجو بتاعها، ودي كمان تقدر تطلع عربيه وتحط عليها اللوجو بتاعها. لكن اللي انا متاكد منه ان جي تور من النسخه اللي موجوده معانا دي مش هتنزل، ومفيش جي تور عندنا حاليا. توكيل جي تور في مصر عنده بعض المشاكل، بس ما اعرفش الموضوع هيوصل لغايه فين. لكن خلينا نقول ان الساو ايست الدي اكس 8 اس ال 2023 هي واحده من العربيات الصينيه الناجحه اللي هقول لكم كل التفاصيل بتاعتها النهارده. طيب تعالوا بقى نتكلم عن العربيه اللي موجوده معانا. لازم نبقى متفقين اولا ان العربيه دي هتنزل مصر وموجوده في مصر بنسختين، والنسختين قريبين قوي من بعض. نسخه اللي هي معانا دي اعلى نسخه اللي هي بجنط 20، والنسخه الثانيه اقل منها شويه بس مش في الكماليات، في الجنط بجنط 18. فما فيش اختلاف كبير ما بين النسختين. والسعر برضو هقول لكم الفرق ما بين السعر دي والسعر دي كام، هقول لكم الاسعار في اخر الفيديو. تعالوا بقى نبص على العربيه كده بشكل عام من بره كده ونتكلم بقى عن تفاصيل العربيه. بص بقى يا سيدي، وش العربيه زي ما انت شايف كده هو شكله حلو على فكره قوي، والعربيه شكلها حلو قوي. الفوانيس بتاعت العربيه دي فوانيس فيها ال اي دي، لكن فوانيس هالوجين. خلاص، والتطعيمات اللي في وش العربيه بالبيانو بلاك، والفرونت لاب اللي هو موجود في الاكسدام هتلاقوه هنا هو شكله جراي، والبيانو بلاك اللي في الشبكه مع ساو ايست اللي هي برضو شبه كلمه جي تور. خلاص، وعندنا برضو الجزء هنا المفروض ده يكون شبوره، لكن مش موجود. يعني ده شبوره لكن هو مش شبوره. خلاص، ده يعني مقفول من الاخر. ده شبه شويه يعني متاخد كده من الكيا سبورتج، برضو فيها نفس الجزء ده. طيب تعالوا بقى ايه نبص على جنب العربيه. البيانو بلاك هتلاقوه برضو موجود هنا فوق الجنط. العتب برضو في بيانو بلاك، وفي برضو الحته اللي هي الجري اللي متاخده من الفرونت لاب. وتانك البنزين يمينك. خلاص، عشان برضو الناس اللي عايزه تعرف تفاصيل اكتر. عندك روف راك،
وعندك فتحه سقف بانوراما كبيره جدا هنشوفها برده من جوه. خلاص، وكمان الفوانيس بتاعت العربيه الخلفيه، عندك فوانيس العربيه الخلفيه LED، بس دي LED بالكامل، غير الفوانيس اللي قدام فيها بس LED لكن الاضاءه بتاعتها هالوجين. شنطه العربيه مش كهرباء، واللوجو برضو اللي ورا بتاع ساو ايست برضو قريب قوي من اللوجو بتاع جي تور، برضو بنفس القصه. والسبويلر الخلفي الكبير الشياكه مع العلامه بتاعت الستوب. عندي هنا بقى ورا في كذا عاكس عشان الناس اللي بتسافر كتير وكده، فعندك هنا في عاكس، وعندك عاكس كمان تحت مع الديفيوزر الخلفي، وديفيوزر برضو شكله شيك واتنين شكمان وحركات. خلاص، ده كده باختصار يعني شكل العربيه. تعالى بقى لو عايز نتكلم عن الحته بتاعت الكوبيه بقى، وهي ليه كوبيه؟ عشان السحبه دي، هي دي بس اللي مخليانا نقول ان العربيه دي كوبيه. موتور العربيه بقى قصه تانية. تعالوا كده نفتح الكبوت واقول لكم ايه قصه الموتور والفتيس، وركزوا عشان الكلام اللي جاي ده خطير جدا. الموتور بتاع الساو ايست الدي اكس 8 اس الكوب ال 2023. الموتور ده متاخد من شركه شيري، ونازل هتلاقيه موجود في العربيه التيجو 7 برو. بص عشان بس ايه ما نخشش في تفاصيل كتير، ده مش نفس الموتور اللي بينزل في الاكس 70 او الاكس 70 الجي تور. الموتور ده مختلف، والفتيس كمان مختلف. الموتور ده هو 1.5 1500 سي سي، بيطلع 156 حصان و230 عزم نيوتن متر. التاني كان بيطلع 100 حاجه و40 لو تفتكر. خلاص، وبرده كان عزم نيوتن متر بتاعه كان اقل. طيب ايه تاني؟ الفتيس هنا فتيس DCT دول كلاتش ترانسميشن، يعني بنتكلم في استجابه اسرع وموتور هورس باور اعلى. والفتيس ده 6 سرعات. العربيه الثانيه بينزل فيها فتيس 8 سرعات اوتوماتيك عادي، فهنا في شويه صرف شويه. فالموتور والفتيس هنا ممتازين جدا. العربيه دي بتجيب من 0 ل 100 في حوالي 10 ثواني وكسور. في عربيه 7 سيتس بالحجم ده انا شايفه رقم كويس. واستهلاك البنزين بتاعها على فكره مش عالي زي باقي العربيات الصيني اللي دايما كنا بنشتكي ان استهلاك البنزين بتاعها عالي. لا، استهلاك البنزين هنا كويس جدا ومميز جدا، وعشان كده العربيه دي مختلفه عن كل العربيات الصيني. انا كنت جربت الجي تور الاكس 70 وكان اعتراضي الوحيد على العربيه الجي تور الاكس 70 ان هو طلعتها كانت بطيئه، الموتور ما كانش يعني قد كده قوي مع العربيه. فعشان كده اما كنتش حابب قوي الاكس 70 من جي تور، لكن كانت عربيه ممتازه وحققت نجاح في السوق المصري. انما هنا انا جربت العربيه دي قعدت معايا فتره كبيره على فكره. انا جربت العربيه، لا عربيه مختلفه، الموتور والفتيس مختلفين تماما. ندخل جوه بقى ونكمل بقيه التفاصيل. ركبنا دلوقتي العربيه الساو ايست الدي اكس 8 اس كوبيه 2023. بصوا يعني انا اصلا يعني جربت العربيه فتره كبيره بصراحه، فالعربيه سواقتها عجباني مش هضحك عليك. انما تعالى نتكلم عن الخامات. الخامات يعني بصوا مش بلاستيك اللي هو ابو بلاش ده، لا الخامات كويسه. وهنا جلد بقى، الحاجات دي جلد. الزراير برضو خامتها كويسه. الطاره طابلوه مالناش دعوه، الناس اللي بتجري جنبينا دي مالناش دعوه بيها، الناس دي متسرعه. خلاص، طاره طبعا مالتي فانكشن، مفيش شيفت بادلز، مفيش شيفتات في الطاره. خلاص، الداشبورد الديجيتال حلوه جدا عجباني قوي بصراحه. خلاص، وفيها بقى ايه يعني لو فاضل بنزين فانت البنزين ده يمشيك قد ايه، طب لو انت ماشي زي ما انت كده فمعدل استهلاكك هيبقى قد ايه، كل ده قدامك في الداشبورد. خلاص، ونيجي بعد كده بقى للشاشه الرئيسيه. الشاشه الرئيسيه 10.25 انش، شاشه حلوه يعني جميله بصراحه.
التابلو بقى نفسه الفتحات التكييف متاخده من الاودي، تحس ان كده انت راكب عربيه اودي. غير كده بقى عندك هنا الكربون فايبر المطعم جوه التابلو برضو في الشياكه قوي. وبعدين تكييف العربيه دي حلو عاجبني. اولا انا كنت جربت التكييف بتاع الاكس 70 ما كانش يعني مش وحش ومش حلو، انما التكييف هنا لا، التكييف هنا عاجبني بصراحه، التكييف حلو يعني حاسه اقوى. يمكن عشان احنا مثلا في الشتاء يعني لسه الجو ما بقاش حر قوي يعني، او ما اعرفش، انما انا حاسس ان التكييف افضل من التكييف فيما هو سابق يعني في الاكس 70 يعني الجي تور. التكييف بتاع كان الدي اكس 7 والدي اكس 3 كان كويس بصراحه، فيمكن ساو ايست اتدخلت في الموضوع ده ما اعرفش. طبعا انتوا عارفين ان ساو ايست دي اصلا شركه حكوميه، فالناس اللي بتقلق ان مثلا الشركه دي ممكن تقفل او حاجه عشان عربيه براند صيني، فاحب اقول لك لا، ساو ايست اصلا شركه صينيه حكوميه وتم دمجها مع شركه جي تور، فالموضوع ما بقاش بسيط يعني. مش سهل ان مثلا الشركه دي تيجي في يوم من الايام كده تقول تصحى الصبح تقول باي باي انا قفلت سلام عليكم، لا ما فيش الكلام ده. طيب تعالوا نكمل بقى الكلام. عندك العربيه فيها كاميرا خلفيه، ما فيهاش كاميرا 360، والفتيس بتاع العربيه شبه قوي الفتيس بتاع الاودي برضو يعني. هما يعني ما اعرفش يعني المصمم بتاع العربيه تقريبا قعد اشترى اودي او قعد بيها شويه الله اعلم، فمعجب بيها جدا فواخد منها تفاصيل كتير. الدرايف مود، في عندك في زرار هنا اسمه الدرايف مود بتاع العربيه، وده بيحول لك الايكو ورياضي بس، يعني انت ما عندكش غير ايكو ورياضي. تدوس عليه كده يقلب العربيه سبورت، وتدوس عليه كده يخلي العربيه ايكو. خلي بالك انت بتدوس، انت بتحس العربيه بتحس فيها ايه يعني. انا اول ما بدوس السبورت كده بحس ان العربيه عايزه تجري. هو الار بي ام طبعا بيعلى والدنيا بتختلف خالص يعني. تمام. عندك فرامل كهربائيه، وعندك الاوتو ستارت اند ستوب انجن عشان توفير البنزين وفي الزحمه وكده عشان ما تقعدش تحرق كتير. طيب لو هنتكلم بقى عن المساحات، فالعربيه المساحات فيها كويسه يعني. انت قاعد ورا خلاص مساحه كويسه، قاعد في الكرسي اللي ورا خالص مش اطفال بس، الكنبه الثالثه دي مش اطفال بس، لا انا قعدت فيها، المساحه كويسه. فالمساحات في العربيه تعتبر معقوله كويسه. يعني الحاجه الوحيده بس اللي اعيب عليها هي الدخله بتاعت الكنبه اللي ورا دي، عشان تخش ثالث صف لازم تتني الكنبه اللي هنا دي وبعدين تدخل. ميزه ان الكنبه اللي ورانا دي تقدر تقدمها بقى وترجعها، فتاخد يعني تاخد مساحه براحتك. تمام. مساحه التخزين طبعا لما تثني الصف الثالث ممتازه جدا. العربيه العفشه بتاعتها بقى، لو تعالى نتكلم عن العفشه، فانت عندك العفشه الخلفيه مالتي لينك والاماميه ماكفرسون، فده بيدي لك استابيليتي على الطريق وفي نفس الوقت راحه، وما عندكش قصه بقى ان انت حاسس بكل حاجه على الطريق وانت ماشي، دي لا مش موجوده، ودي حاجه كويسه جدا على فكره. انظمه الامان والحمايه في العربيه دي 2 اير باج بس، ودي حاجه مش عجباني. والعربيه فيها اي بي اس واي بي دي واي اس سي وتراكشن كنترول، يعني تقريبا يعني العربيه فيها كل حاجه. بتقف من الاخر يعني، لو انت قلقان ان انت وانت ماشي العربيه مش هتقف، احب اقول لك لا، العربيه بتقف. المنورات في العربيه ممتازه. بصوا مثلا عارفين المطبات اللي الدب دي، انا باخدها عادي من غير ما بقف، انت مش حاسس. برضو الكراسي مريحه بصراحه، فمديالك الاريحيه ان انت ما يبقاش عندك مشاكل قوي يعني وانت راكب العربيه. يعني المطبات والحاجات دي مفيش مشكله. بصوا انا الطريق اللي انا ماشي فيه، الطريق ده على طول فيه ملفات زي ما هو باين قدامكم. بصوا ملفات عامله ازاي. انا واخد اهو مثلا الملف ده مش هيبقى باين معاكم قوي يعني، بس انا واخد الملف ده على سرعه عاليه مفيش مشاكل. نلف برضو كده على سرعه عاليه برضو مفيش مشاكل. فانت المانوفرنج بتاع العربيه بصراحه ممتاز جدا جدا جدا.
عربيه بصراحه يا جماعه يعني بشكل كبير. وانا من جوه الانتيريور الجميل احب اقول لكم ان الساو ايست دي اكس 8 اس كوب ال 2023 من جوه العربيه حلوه جدا جدا جدا، زي من بره العربيه حلوه جدا جدا جدا. لكن موضوع بقى تشتريها او ما تشتريهاش ده هيتوقف على حضرتك انت. تعالى بقى نطلع بره ونقول السلبيات والايجابيات، ورزقي ورزقكم على الله. يلا. بعد ما خلصنا كده الريفيو بتاع العربيه الساو ايست دي اكس 8 اس الكوب ال 2023، تعالوا اقول لكم بقى ايه السلبيات والايجابيات الخاصه بالعربيه دي. العربيه دي السلبيات بتاعتها تعالوا نعد كده بالراحه، وفي ايجابيات طبعا وهقول لكم السعر برضه. السلبيات بتاعت العربيه دي، اولا الاضاءه الاماميه اضاءه هالوجين مش LED. ناس هتعتبر دي سلبيات وفي ناس تانية هتقول لا دي ايجابيات. ليه؟ لان لو الفانوس ده كان فول LED كان هيبقى غالي. الحاجه التانية وهي الاير باجز. العربيه دي فيها 2 اير باج بس، يعني انا بصراحه كنت محتاج اكتر من كده، يعني كنا محتاجين على الاقل حتى مش 4، يعني 4 أو 6، يعني متهيالي كان هيبقى افضل. لكن طبعا انا عارف الشركه علشان تقلل على قد ما تقدر من كماليات العربيه علشان السعر في الاخر يكون سعر منافس، علشان يعني هقول لكم برضو في اخر الفيديو الاسعار وماشيه ازاي الدنيا وليه الاسعار بتوصل للمراحل اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. كمان العربيه ما فيهاش كاميرا 360، ومتهيالي عربيه يعني زي كده احنا شفنا الاكس 7 برايم كانت يعني ما شاء الله فيها كل حاجه. حاجه كمان من ضمن السلبيات بتاعه العربيه وهي ما فيهاش حساسات للركن قدام وورا. طبعا وكيل العربيه IFG بيقدم لك ايه بقى برضو بالنسبه للسلبيات دي؟ بيقول لك لو انت عايز تركب حساسات قدام وورا خلاص طقم الحساسات ب 500 جنيه يقدر يركبه لك، فانت تقدر تركب حساسات قدام وورا ب 1000 جنيه. والكاميرا 360 لو انت محتاج ان انت تركب الكاميرا 360 فهي الاماكن بتاعه السيستم بتاع الكاميرا 360 موجوده، فكل اللي هيحصل ان انت هتركب بس السيستم ده لو انت عاوز تعمل ده. خلاص دي بصراحه شديده كل السلبيات اللي انا شايفها في العربيه دي. انما العربيه العفشه بتاعتها بصراحه ممتازه، وثبات على الطريق، وموتور وفتيس محترمين جدا. ده يودينا لايه؟ ايجابيات الساو ايست الدي اكس 8 اس الكوب ال 2023. الموتور بتاع العربيه دي نديله 8/10. الفتيس بتاع العربيه دي ممتاز نديله 9/10. العفشه بتاعت العربيه دي حلوه جدا، ناشفه في بعض الاوقات بس دي عشان تدي لك استابيليتي اعلى على الطريق، ودي نقدر نديها برضو 8/10. الراحه في العربيه، الكراسي جوه عربيه برضو الكراسي بتاعتها مريحه جدا جلد، ويعني التكييف بتاع العربيه لطيف، فبرضو الراحه بتاعت العربيه نديها 8/10. المنورات بتاعت العربيه، انا خدت العربيه وطلعت على طرق مفتوحه كتير وحاولت اعمل منورات عشان اشوف المنورات اخبارها ايه. طبعا العفشه الماكفرسون والمالتي لينك مخليين المنورات العربيه تقدر تديها برضو 8/10. كل العوامل دي في النهايه بتديني يعني مؤشر ان احنا معانا عربيه صيني لكن بمواصفات اوروبي. وخلي بالكم العربيه فعلا عربيه تعتبر من العربيات اللي تستحق ان انت تفكر لما تيجي تبقى عايز تشتري عربيه في التوقيت ده، فدي متاحه عندك ان انت تشتريها. الساو ايست الدي اكس 8 اس الكوبي ال 2023 اللي بيقدمها لنا وكيلها IFG، شبكه مراكز خدمه وقطع غيار كتير. الراجل بصراحه صاحب الشركه يعني مركز قوي 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 مع ساو ايست وبيديها اكتر من اللي هي المفروض تاخده. وبرده حاجه كويسه جدا ان احنا في ظل كل اللي احنا فيه ده معانا عربيه 2023، مع العلم ان معظم اللي موجودين في السوق حاليا 2022 من المنافسين للعربيه دي. اخر بقى حاجه وهنتكلم فيها وهي السعر بتاع العربيه والضمان. الضمان بتاع العربيه دي 6 سنين او 150,000 كيلو لكل قطعه جوه العربيه، مش للموتور والفتيس بس، لا لكل قطعه جوه العربيه، عفشه جنوط كهرباء كل حاجه جوه العربيه
داخله الضمان، لو في اي عيب صناعه هتغير على طول بدون اي كلام. طيب سعر العربيه الفئه اللي هي بتنزل بجنط 18 سعرها 785,000 جنيه، والفئه اللي بتنزل بالجنط ال 20 زي ده كده بتنزل ب 790,000 جنيه. مفيش حاجه اسمها اوفر برايس، وتقدر تجيب العربيه من الوكيل وتقدر تجيبها من الموزعين بتوع العربيه، ودي حاجه مش موجوده كتير. طيب قبل ما نقفل الفيديو، ليه سعر العربيه الصيني وصل للمرحله اللي احنا فيها دي؟ خلي بالك، اولا العمله غاليه، عملتك ضعيفه، خلاص ده رقم واحد. رقم اتنين الشحن بقى غالي. رقم ثلاثة وهي ال 67% اللي بيدفعوا في الجمرك على كل عربيه صيني بتيجي من الصين، وده يعني حاجه هتخلينا نتكلم في حته، بس مش عايزين نطلع بره الريفيو. بس انا هقول حاجه سريعه كده. احنا المفروض الدعم اتشال من البنزين، خلاص البترول ما بقاش عليه دعم خلاص. فاعتقد ان موضوع الجمارك ده لازم نفكر فيه بشكل مختلف علشان نقلل شويه من اسعار السيارات اللي موجوده في السوق، وبالذات العربيات اللي بتيجي من الصين. قبل ما اسيب لك الفيديو وامشي، لازم تبقى عارف ان انا مش اي عربيه صيني بصورها، واحنا العربيه اللي موجوده معانا النهارده عربيه من العربيات الممتازه، زيها زي كذا علامه من العلامات الصينيه اللي موجوده في السوق. ولو انت عايز تعرف اكتر عن كل العربيات اللي موجوده في السوق الصيني، في تقرير حلو قوي هبقى اسيبه لك في اول كومنت. عايز اعرف رايك في العربيه اللي موجوده معانا النهارده، وايه رايك في السعر خلاص، وايه رايك في العربيه بعد ما جربناها. قول لي رايك كده واديني درجات خلاص من 1 ل 10 على كل جزء في العربيه انت شفته وحاسس ان هو حاجه عجبتك. اخر حاجه، كل جزء جوه العربيه هتلاقي عليه علامه شيري خلاص. فالعربيه دي متاخده من مصنع شيري، متاخده من شيري حاجات كتير قوي نظرا لنجاح شيري في الاسواق العالميه وكمان في الميدل ايست. كل قنواتي الشرعيه على السوشيال ميديا شريف ياسر اون تراك، وفيسبوك يوتيوب انستجرام وتيك توك. وقبل ما تسيب الفيديو لازم تعمل شير ضروري جدا، لازم تعمل شير و لايك، وادينا كومنت كده عشان نعرف رايك ايه في العربيه والسعر بتاع العربيه. هل انت شايف ان سعر العربيه الساو ايست الدي اكس 8 اس الكوبيه 2023 مناسب ولا لا؟ اكتب لي في الكومنتات، ويا رب اكون قدرت اقدم حاجه مفيده. خلاص قبل ما تقفل صلي على رسول الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.